تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تشهد الأجواء يوم غد الثلاثاء طقسا باردا نسبيا مصحوبا بتشكل صقيع محلي خلال فترتي الصباح والليل فوق المرتفعات والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والهضاب العليا. كما ستظهر سحبة منخفضة صباحا وليلا بالسهول الشمالية والوسطى قد تتسبب في تشكل الضباب أو كتل ضبابية محلية، بينما يرتقب هطول أمطار متفرقة خلال الليل شمال المنطقة الشرقية وأقصى شمال غرب البلاد. ومن المنتظر أن تعبر سحبة كثيفة سماء مناطق السايس والريف وشمال الأطلس المتوسط والسواحل المتوسطية خلال ساعات الليل، فيما قد تشهد أقصى المناطق الجنوبية للبلاد انتشارا للغبار، إلى جانب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نسبيا بالواجهة المتوسطية وجنوب المغرب. أما درجات الحرارة الدنيا فستتراوح بين 4 درجات تحت الصفر و4 درجات فوقه بمرتفعات الأطلس والريف، وكذا بالهضاب العليا الشرقية وهضاب الفوسفاتو والمس، وبين 11 و17 درجة بمناطق سوس والأقاليم الجنوبية، بينما ستكون بين 15 درجات بباقي جهات المملكة. وبالنسبة لدرجات الحرارة العليا فمن المتوقع أن تعرف ارتفاعا في كل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والسواحل الجنوبية. أما حالة البحر فستكون هادئة إلى قليلة الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليلة الهيجان إلى هائجة بمضيق البوغاز وبين طرفاية والعيون، فيما ستكون هائجة إلى قوية الهيجان على طول باقي السواحل.